السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في ستر وصحة وراحة بال، ودايما تحققوا كل اللي بتتمنوه. ورجعنا النهاردة بفيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. النهاردة رجعنا بفيديو جديد، والفيديو بتاعنا مميز جدا، هيعجبكم وهتستفادوا منه بدرجة كبيرة جدا في كل حاجة في المطبخ بتعاني منها. من الدهون بقى، سواء في الشبابيك، في البوتاجاز، حوالين البوتاجاز، في دولاب المطبخ، كل مكان في المطبخ فيه دهون ان شاء الله هنقضي عليها بالمنظف ده. يلا نشوف الاول المنظف بتاعنا هنعمله ازاي. اول حاجة جبت طبق حطيت فيه حوالي 2 لتر من المية. هستخدم البوتاص او الصودا الكاوية او القطرونة زي ما بتسموه ببلدكم. ده حطيت منه معلقتين كبار، يعني معلقتين كبار كده مليانين منه. هقلبهم بقى كويس كده لحد ما يدوبوا معايا تماما. ما تخافيش، هو مش بيأذي الايد ولا اي حاجة. احنا هنحط معاه مكون دلوقتي مش هخليه يأذي ايديكي ابدا، ولا يشققها بقى ولا يعملها نقدية. على فكرة حساسة جدا وما اتأذتش منه نهائي. هحط كمان عليهم معلقتين من كربونات الصوديوم ومعلقتين من ملح الليمون او الستريك اسيد. تمام. هقلبهم بقى كده كويس مع بعض لحد ما المكونات بتاعتي اللي ضفتها كلها تدوب تماما. هكون بقى عندي كوباية من الخل الأبيض اللي بنستخدمه في الأكل عادي. هحط كده كوباية مليانة علشان ده المكون بقى اللي قلتلكوا عليه هيطفي القوة بتاعة البطاطس. تمام، مش هيخليها تأثر على ايديكي نهائي. كمان ضفت كوباية من سائل الأطباق، زي غسيل المواعين ده اللي بنغسل بيه الأطباق. تمام. دي كل بقى المكونات اللي ضفتها، مكونات سهلة بسيطة موجودة ورخيصة جدا. عملنا اكتر من 2 لتر من المنظف ده. هيقضي بقى، هيقعد معاكي اكتر من شهرين على حسب بقى استخدامك. بس جميل جدا، من رشة واحدة هتمسحي مش هتدعكي نهائي. الوصفة بتاعتنا النهاردة مش هندعك نهائي. وجربوها، ومستنية رأيكم في الكومنتات. نسيت اقول لكم حطوا لايك لو الفيديو عجبكم، ولو انت اول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي معايا في القناة. وان شاء الله القناة بتاعتنا هتعجبك جدا جدا. انا الحمد لله الفيديوهات اللي بقدمها مش اي فيديوهات، ببقى واثقة منها 100%، عشان كده بقدمها لكم بعد تجارب كتير. تمام يا حبايبي. اشتركي معايا بقى في القناة لو انت اول مرة تنوريني، وحط لايك للفيديو ويتابع معايا الفيديو للاخر. ومستنية بقى رأيكم في المنظف في الكومنتات بس بعد ما تجربوه. انا دلوقتي بقى عبيت كل الكمية الباقية معايا، مليت بخاخ كده استخدمه بقى انضف الرخامة كل يوم كده. ارش رشة كده وامسح الرخامة بتاعتي، وحيطان اللي بين الدولاب وبين الرخامة كده بمسحها برضو. ما بتخليش بقى الدبان يقف ويلم بقى كده في المطبخ من السقعة، بيهرب بقى في الاماكن الدافية ويستخبى كده ويخلي منظر المطبخ مش كويس. وبرضه برش بقى على الدولاب المطبخ وعلى الايد بتاع الدولاب كده، المقبض بتاع الدولاب برضه بيكون واقف عليه الدبان وحاجات من دي، وخاصة بقى احنا في الأرياف وكده. فالمهم ده بينضف معايا بطريقة سهلة جدا، ومش بيحتاج ان انا امسك بقى السبونشة او سلك واقعد ادعك. لا، شايفين انا بمسح بقماشة. الشباك ده انا عملت الغسول ده معاكم قبل كده في القناة، وحبيت ان انا اعمله لكم تاني، وهقدر ان شاء الله اعمله لكم تالت، لانه بجد رائع اكتر من رائع. الشباك بتاعي ده كان متدمر حرفيا، كان عبارة عن الفحمة فاتحة شوية عنه. بقى معايا بالمنظر ده. ومن بعد ما استخدمت المنظف ده بقيت اعمله على طول واستخدمه كده، وكل ما الاقيه يا دوبك ايه كل شهر كده امسحه مسحة بيرجع زي الفل وكأن معلوش اي غبارة. تمام، مسحته كده كويس بقى وقفلته. وبقى هاجي على البوتاجاز، شايفين السطح بتاع البوتاجاز برضو كنت مسحته بس المقطع اتحذف. بقى بيلمع ويدي لمعان ازاي. ملح الليمون بيدي لمعان وبيلمع اي حاجة عندك، بيديلها لمعان كده تحس ان هي لسه جديدة. كمان بستخدم المنظف ده في غسيل البوتاجاز. ما عدتش بشتري اي منظفات بقى من بره، لا باور ولا سيترس والكلام ده ولا اي ماركات. انا بقيت بعمل المنظف ده على طول في البيت، وبوفر كتير جدا، وكمان احلى مليون مرة من بره. مجرد ما مسحت مسحة واحدة البوتاجاز نضف معايا، مع اني كان فاير عليه لبن وحاجات، فكانت ماسكة ومش عايزة اقول لكم كانت صعبة قد ايه. مجرد ما رشيت بس ما استنيتش حتى 5 دقايق ولا اي حاجة ولا ثواني، رشيت من هنا قمت ماسحة على طول نضف معايا بكل سهولة. ولو حابة بعد ما تمسحي كده تمشي بالسبونش عليه كده مرة تديله مثلا تلميعة كده كمان عادي، مش حابة هو بيبقى زي الفل. تمام.
انا دلوقتي بمسح حوالي بغسل كده حوالين تحت الفونية، علشان انا كنت رشيت وهي موجودة، فما كانش وصل للاماكن ديت من المنظف، فحبيت ان انا ادعكها كده. قمت بقى دعكة البوتاجاز بتاعي كله بالليفة بالبريل، مع انه كان نضيف جدا، بس عشان ما يبقاش مدي ايه تجيرة كده، لا عايزة امسحه بالبريل برضو عشان يبقى انضف بكتير. عايزة اقول لكم كمان ان المنظف ده لو شلت بقى البوتاجاز كده بيبقى تحته دهون واقع زيوت ومطرطش كده حواليه وجنبه، لو رشيتي بالمنظف ده وسبتيه بس دقيقتين هتمسحي هتلاقي بقى اصعب بقع دهون بتتشال معاكي بكل سهولة، من غير ما تتعبي بقى ولا تغير تشتري منظفات غالية والكلام ده. شايفين بقى البوتاجاز بتاعي بعد ما غسلته كمان بالبريل بقى بيلمع اكتر ازاي؟ ما تكسليش بقى واعملي المنظف ده وجربيه، وعلى ضمانتي والله العظيم بجد اكتر من روعة، تحفة تحفة بجد. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك، بتمنى انكم تحطوا لايك عشان الفيديو يترفع كده ويوصل لناس كتير. انا نفسي بقى قناتي تكبر كده، وبتشجيعكم ودعمكم ليا ان شاء الله هتكبر بيكم، وان شاء الله هنبقى اكبر واحلى عيلة في الدنيا. عايزاكم بقى توصلوا الفيديو ده ل100 لايك النهاردة علشان يترفع كده ويوصل لناس كتير والناس تستفاد معانا. دلوقتي بقى العين دي بتبقى لازقة لأني مش بستخدمها كتير، فالدهون بتتراكم عليها، فبتلزق بقى الشعلة كده في الحديدة دي في الشعلة، فبطلعها بإيه برش رشتين بس وأقوم عاملاها بتقوم طالعة معايا بكل سهولة. بغسلها بقى بالسبونجة بتاعة المواعين عادي، رشيت بس عليها شوية من المنظف وهي مكانها بريل كده، فقمت رايحة بقى دعكة هتنضف معايا بكل سهولة. هغسلهم بقى كلهم كده بالسبونشة، مش هياخدوا معايا اي حاجة، وانا بصور لكم بقى من نور قاطع، فكملت بقى مع نفسي ورصيت بقى البوتاجاز بالشكل ده. شايفين ما شاء الله كأنه جديد لسه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة، متنسوش اللايك.